أهلا بيكم في التحليل ده. النهاردة هنخوض في موضوع مهم وعميق جدا وبيمس ناس كتير. هنحلل ليه أي إنسان ممكن يوصل لمرحلة يحس فيها إنه مستنزف تماما ومطفي بسبب علاقة معينة. والأهم من ده كله، إزاي ممكن الواحد ينسحب بهدوء وبخطوات ثابتة من غير دراما ومن غير أي إحساس بالذنب. إحنا كتير بنسمع عن العلاقات المعقدة، لكن فكرة الخروج منها بأقل خسائر نفسية هي اللي فعلا بتحتاج تخطيط وفهم حقيقي للي بيحصل تحت السطح. خلونا نبدأ ونشوف المصادر بتشرح الموضوع ده إزاي. طيب، خلونا ندخل في صلب الموضوع ونعترف بحالة الإرهاق الصامتة. الإرهاق اللي بيجي من علاقات مش بتكسر الواحد مرة واحدة بموقف كبير، لا، دي بتسحب طاقته نقطة نقطة ويوم ورا يوم. الواحد بيلاقي نفسه بيسأل: هو أنا ليه دايما هلكان كده بمجرد ما بتعامل مع الشخص ده؟ وليه مجرد التعبير عن رأي أو مواجهة بقى شيء مرعب ومحتاج تفكير وتبرير بالساعات؟ الحقيقة إن الإجابة كلها مستخبية في طبيعة الديناميكية اللي بتحكم العلاقة دي. القسم الأول: طبيعة العلاقات المستنزفة. عشان نفهم الصورة بشكل أوضح، ضروري جدا نعرف إيه هو الفرق بين الإحساس بالأمان ووضع الدفاع المستمر. الفرق الجوهري هنا عامل بالظبط زي الليل والنهار. العلاقة المؤذية مش بالضرورة تكون كلها شر طول الوقت، أكيد بيبقى فيها لحظات كويسة وذكريات لطيفة بتعمل لخبطة، لكن الأساس بتاعها إنها بتخلي الواحد دايماً في وضع دفاعي، كأن الشخص متهم ومحتاج يبرر كل تصرف وكل كلمة بتطلع منه طول الوقت. في المقابل بقى، العلاقة الصحية بتدي إحساس حقيقي بالأمان حتى وقت الخلاف. لو الواحد حاسس إنه متأهب وقلقان على طول الخط، فدي علامة حمراء واضحة جدا إن في حاجة غلط. القسم الثاني: علامات الأذى النفسي الخفي. إزاي ممكن أي شخص يدرك إنه بيتأذى من غير ما يحس؟ العلامات دي بتعكس ضغط نفسي تقيل جدا. يعني تخيلوا معايا كده، الخوف من التعبير عن الرأي بيجي أساسا من توقع الهجوم، والإحساس المستمر بالذنب بيخلي الواحد يعتذر عمال على بطال حتى لو مش غلطان، لمجرد إنه يشتري دماغه ويقفل باب الخناقة. ولما الشخص يوصل لمرحلة إنه يخبي مشاعره الحقيقية عشان يتجنب أي مشكلة، أو يلاقي نفسه بيدي طاقة ومجهود أضعاف اللي بياخده، ده بيأكد حجم الاستنزاف الحقيقي. غالبا الواحد بيكذب إحساسه وبيقول لنفسه يمكن أنا حساس بزيادة، لكن في الواقع دي كلها ردود فعل طبيعية جدا لبيئة غير آمنة. والمشكلة إن الأذى ملوش شكل واحد بس، وله أشكال يومية ممكن تبان عادية جدا في وسط الزحمة. ممكن يكون صاحب ما بيفتكرش حد إلا وقت المصلحة، أو فرد في العيلة بيتعمد يقلل من اللي قدامه ويغلف الكلام في شكل هزار، أو شريك حياة بيغلط ويعتذر وبعدين يرجع يكرر نفس الغلط بالحرف تاني وتالت. الأذى الحقيقي بيبان في النمط المتكرر، النمط اللي بيسيب الواحد حاسس إنه مش كفاية ومستنزف تماما بعد كل مرة بيتعامل فيها معاهم. القسم الثالث: أسباب البقاء وفخ الذكريات. السؤال المنطقي اللي بيطرح نفسه هنا: لو الموضوع متعب ومؤذي للدرجة دي، إيه اللي بيخلي أي بني آدم يفضل مكمل؟ السر كله في الصراع الداخلي الشغال طول الوقت. دايما في شد وجذب بين الماضي والحاضر، التعلق بأمل التغيير أو التمسك بصورة الشخص بتاع زمان، أو حتى مجرد الخوف من الوحدة. كل دي حاجات بتعمل عين عن الأذى المستمرة اللي بيحصل في الوقت الحالي. التمسك بالذكريات الحلوة بيخلي الشخص يدفع ثمن غالي جدا من طاقته وصحته، ويعيش في قلق يومي وإحساس بيزيد بعدم الكفاءة لمجرد إنه قاعد مستني الماضي يرجع. وهنا بقى بنقع في فخ كبير جدا، فخ الإحساس بالذنب. الفخ ده بيقنع الواحد إن مجرد التفكير في إنقاذ نفسه من الاستنزاف ده هو نوع من القسوة أو الخيانة للطرف التاني. لكن من الضروري جدا إننا ندرك إن اختيار حماية النفس والبعد عن أي ديناميكية مرهقة مش خطيئة أبدا. ومفيش أي إنسان في الدنيا مطلوب منه يفني نفسه عشان يصلح حد تاني، أو يشيل شيلة أخطائه ويدفع الثمن من روحه اللي بتتكسر كل يوم. القسم الرابع: خطوات الانسحاب بهدوء. إزاي بقى نقدر نسترد مساحتنا وسلامنا النفسي بأمان؟ الانسحاب الهادي بيبدأ من جوانا إحنا. أول خطوة هي الوضوح الداخلي، إننا نعترف بوجود المشكلة من غير ما نحاول نلاقي مبررات لتصرفات الطرف المؤذي. بعدين تبدأ عملية تقليل التفاعل بالتدريج، خطوة بخطوة، عشان التغيير ما يعملش صدمة. الخطوة الثالثة هي وضع حدود واضحة وصارمة، وفي النهاية الحفاظ على مسافة آمنة تحمينا من غير الدخول في خطط للانتقام أو رد الأذى بالأذى، لأن الهدف هنا هو السلام مش الحرب أبداً. رسم الحدود مش محتاج مرافعة طويلة عريضة ولا تبريرات كتير ممكن تفتح باب لنقاش عقيم ملوش آخر. مجرد استخدام جملة واضحة وصريحة زي أنا محتاج مسافة، أو الطريقة دي بقت متعبة ليا، بيعتبر طريقة قوية جدا وفيها حفظ كبير للكرامة. الجمل دي بتعمل حاجز فوري وبتوقف دايرة الاستنزاف من غير ما تدي أي فرصة للطرف التاني إنه يجادل أو يقلب الترابيزة. الإحساس الحقيقي بالحرية بيبدأ لما الواحد يدرك إنه مش مضطر يدخل في معركة إثبات،
مش مطلوب خالص إقناع الطرف التاني بحجم الضرر اللي تسبب فيه عشان نقدر نمشي بهدوء. دي قاعدة في منتهى الأهمية اسمها قاعدة عدم الإثبات، بتؤكد إن الوجع حقيقي وموجود حتى لو الطرف التاني أنكره تماماً أو رفض يعترف بيه. الانسحاب مش محتاج قاضي ولا محكمة ولا حكم إدانة، هو مجرد قرار شجاع لحماية النفس. القسم الخامس: حماية النفس من المقاومة. خلونا نكون واقعيين، لازم نتوقع رد فعل الطرف التاني. الانسحاب نادراً ما بيعدي من غير مقاومة. الطرف التاني غالباً هيحاول يرجع يسيطر تاني. ممكن يبدأ برمي اللوم والاتهامات أو يلعب دور الضحية عشان يثير التعاطف، وأحيان كتير بيلجأ للتلاعب العاطفي ويقدم وعود مفاجئة ومبالغ فيها جداً بالتغيير. بس هنا لازم نركز ونفتكر إن التغيير الحقيقي بيثبت نفسه بالاستمرارية والسلوك الثابت على مدار شهور، مش مجرد كلمتين ووعود بتتقال في لحظة ذعر وخوف من الفقدان. وعشان العقل البشري بطبيعته بيميل إنه ينسى الوجع مع الوقت ويفتكر بس اللحظات الحلوة، موجة الحنين والشك أكيد هتيجي. المصادر هنا بتنصح بحل عملي وذكي جدا: ورقة وقلم ونكتب الأسباب الحقيقية للبعد بالتفصيل. الورقة دي هتبقى هي المرصى اللي بيربط الواحد بالحقيقة الكاملة في أوقات الضعف، عشان تفكروا بالتعب والاستنزاف اللي خلاه ياخد قرار الانسحاب الصعب ده من الأساس. القسم السادس والأخير: الوصول للسلام الداخلي، وده الهدف الأسمى من المرحلة الصعبة دي كلها. لو فضلنا فترة طويلة في علاقة مؤذية، الأثر بيكون قاسي وعميق جدا على المدى الطويل. فقدان الثقة بالنفس، القلق والتردد المستمر حتى في أبسط القرارات، والإرهاق الذهني المزمن، كل دي نتائج طبيعية جدا للاستنزاف ده. عشان كده خطوة التراجع والانسحاب عمرها ما كانت رفاهية أو هروب، دي ضرورة حتمية عشان ننقذ صحتنا النفسية والعقلية ونمنع ملامح شخصيتنا إنها تتغير وتطفي للأبد. الانسحاب بكرامة من غير تجريح أو صراعات ملهاش نهاية ده أقصى درجات احترام النفس. اختيار السلام الداخلي عمره ما كان فعل قاسي ولا محاولة للانتقام، دي ببساطة اللحظة اللي الواحد بيقرر فيها أخيراً إنه يقف مع نفسه ويسمع صوته الداخلي اللي كان مكتم عليه، ويدي أولوية لراحته النفسية بعد فترات طويلة جدا من إهمالها. وإحنا بنختم تحليلنا النهاردة في سؤال مهم جدا بيطرح نفسه ومحتاج مننا وقفة وتأمل حقيقي: هل هنستمر في استنزاف طاقتنا وشرح وجعنا للي بيكرر الأذى ولا يبالي، ولا جه الوقت أخيراً إننا نختار السلام الداخلي ونمشي لقدام؟ السؤال بيخلينا نعيد حساباتنا ونفكر بجدية في أولوياتنا ومساحتنا الشخصية. شكراً لمتابعتكم التحليل ده، وأتمنى يفتح أبواب للتفكير.